5 أخطاء بتقتل الفراخ في الحر، احذر قبل ما تخسر دورتك. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل واحد بيربي فراخ، سواء عنده مزرعة كبيرة أو حتى بيربي فوق السطح أو حتى مربي عدد بسيط في البيت. الجو الحر اللي احنا فيه دلوقتي ممكن في ساعات قليلة بيسبب في خسائر كبيرة جدا لو ما خدناش بالنا من الفراخ. وانا شخصيا شفت ناس خسرت عدد كبير جدا من الفراخ بسبب اخطاء بسيطة جدا كانوا فاكرين انها عادية. عشان كده النهارده هقول لكم على اهم 5 اخطاء لازم تبعد عنها فورا ولو عاوز فراخك تكمل الدورة وتوصل لوزن كويس. لكن قبل ما نبدأ، ولو اول مرة تشوف القناة ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد عن تربية الفراخ والدواجن. ويلا بينا نبدأ. الخطأ الاول هي الزحمة داخل العنبر او الأوضة. اول غلطه بيعملها ناس كتير انهم بيحطوا عدد كبير من الفراخ في مساحه صغيره. في الشتاء الموضوع ممكن يعدي شويه، لكن في الحر بيكون كارثه. لما الفراخ بتتزاحم جنب بعض درجه الحراره بتزيد جدا، والفراخ بتبدا تفتح منقارها وتحاول تبعد عن بعض، وممكن تلاقي حالات اختناق خصوصا في اخر الدوره لما الوزن بيكبر. علشان كده لازم يكون في مساحات كافيه للفراخ تتحرك وتتنفس. ولو لقيت الفراخ متجمعه بشكل غريب او بتجري ناحيه الاركان او الجناب كده، يبقى في مشكله لازم تتحل فورا. والخطأ التاني الميه السخنه. الميه هي حياه الفراخ. في الصيف الميه اللي بتفضل فتره طويله في السقايات بتسخن جدا، ولما الفراخ بتشرب ميه سخنه استهلاكها للمياه بيقل، ومع قله الشرب بيقل الاكل، ومع قله الاكل طبعا بيقل الوزن. علشان كده لازم تغير المية أكتر من مرة خلال اليوم، وخصوصا في عز الظهر. كل ما المية تبقى نظيفة وفريش كل ما الفراخ تشرب أكتر، وكل ما تشرب أكتر تقدر تتحمل الحر بشكل أفضل وما يجيلهاش إجهاد حراري أو ما يجيلهاش سخونية. الخطأ التالت بقى هو ضعف التهوية، ودي من أخطر المشاكل اللي ناس كتير بتخاف منها أو بتفتح الشبابيك أو مصادر الهواء. لكن الحقيقة إن التهوية الجيدة مهمة جدا. الهواء المتجدد بيخرج الحرارة والغازات الضارة من المكان، وبيساعد الفراخ إنها تتنفس بشكل طبيعي. ولو عندك مروحة شغالة بشكل كويس يبقى ممتاز، بس حاول ما تشغلهاش بشكل مباشر على الفراخ أو تعلي المروحة. ولو مفيش حاول على الأقل توفر حركة هواء داخل المكان، لكن خلي بالك ما يكونش فيه تيار هواء مباشر وقوي على الفراخ الصغيرة، والتوازن مهم جدا. الخطأ الرابع بقى هو زيادة العلف في وقت الحر. الفراخ في درجات الحرارة العالية بطبيعتها بتقلل الأكل، علشان كده المربيين بيفضلوا يحطوا كميات كبيرة جدا من العلف طول اليوم. لكن من الأفضل إنك تركز على فترة الصبح وعلى فترة بعد المغرب، ودي الأوقات اللي الفراخ فيها بتكون مرتاحة. وفي حاجة اسمها حضارات تجويع الفراخ، وأنا عامل فيديوهات كتير وفيها نصائح برضو موجودة على القناة، شوفوها وهتلاقوا حاجات كتير وعن تجربة مش أي كلام وخلاص. وبالتالي هتاكل بشكل افضل. اما في عز الحر فغالبا استهلاك العلف بيكون اقل. الخطأ الخامس بقى انك بتتجاهل علامات الاجهاد الحراري. الفراخ دايما بتديك اشارات قبل ما يحصل نفوق، لكن المشكلة ان بعض المربيين ما بياخدوش بالهم منها. ومن اهم العلامات دي ان الفرخة بتفتح منقارها باستمرار، وانها بتفرد الجرحين بعيد عن الجسم وتلاقيهم مدلدلين على الارض كده، وبتلاقي الفرخة عندها خمول ومفيش حركة، وتجمع الفراخ حول مصادر المياه وقلة استهلاك العلف. ولو شفت العلامات دي لازما تتصرف بسرعة. زود التهوية، غير المية، وقلل اي مصدر حرارة. يعني لو حاطط عليهم لمبة شيل اللمبة على طول ما تسيبهاش، وتابع الفراخ باستمرار. وفي شوية نصائح بقى مهمة جدا خليك معايا فيها كده. اول حاجة حافظ على نظافة السقايات. تاني حاجة راقب استهلاك المية يوميا. تالت حاجة ما تغيرش نوع العلف فجأة. رابع حاجة تابع الوزن كل اسبوع. خامس حاجة حاول تقلل اي توتر او اي ازعاج للفراخ في وقت الحر. كل الحاجات دي بتساعد الفراخ تكمل الدورة بشكل افضل. وما تجيش طبعا وقت الحر وتقول ده انا همسك الفراخ، ده انا هشوف الفراخ جسمها سخن ولا لا. لازم نحافظ على جسم الفرخة وما نحاولش ان احنا نلمس الفرخة كتير، وخصوصا وقت الحر. ودايما نهتم بالفراخ وقت الحر بالذات، وحط لهم ميه نضيفه باستمرار. وفي النهايه يا جماعه الحر اصعب الفترات اللي بتمر عليها الفراخ، لكن لو اهتميت بالتهويه والميه والمساحه المناسبه هتقلل الخسائر بشكل كبير جدا. اكتبوا لي في التعليقات
عمر الفراخ عندك كام يوم، ايه المشاكل اللي بتواجهك، وانا هرد عليك. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك، وانتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.